صباح الفل، ازيكم يا حضرات؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. لكن النهارده يا جماعه قبل ما ابدا الفيديو عايز اقول كلمتين لاصحابي واخواتي اللي دايما بيقدموا دعمهم الكبير ليا، واللي دايما بيكتبوا لي في التعليقات كلام بامانه بحس ان انا واحد منكم. لكن النهارده الفيديو اللي معايا يستحق المشاهده لان احنا يا جماعه جايبين لكم فيديو مميز، ويمكن لاول مره بنعرض فيديو زي دوت على القناه. اتمناه ينول اعجاب حضراتكم. وطبعا يا جماعه عايز اشوف تعليقاتكم على الفيديو لان الفيديو دوت بجد انا عايزه على الاقل خالص يجيب له 1000 تعليق لانه يستحق ازيد من 1000 تعليق. هندخل مع بعض يا جماعه نشاهد الفيديو ونتكلم طبعا والفيديو شغال. يلا بينا نشاهد الفيديو. طبعا يا جماعة الفنانة ليلى غفران من الفنانات العظيمات اللي موجودة في الوطن العربي، ويمكن غنت كمان في مصر والكل بيعشقها. انا واحد من الناس بعشق صوتها لان فعلا صوتها مميز. انا بشكر المغرب ان هي قدمت لنا فنانة عظيمة زي الفنانة ليلى غفران، وياما يا جماعة اساطير المغرب قدمتها لنا. لكن الاغنية طبعا بتتكلم عن بلادي، بنقدم كل الحب لبلادي من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب. حاجة يا جماعة اغنية فعلا تحسسك قد ايه ان بلدك غالية عليك، والوطن هو اسمى شيء ممكن نضحي في سبيل ان هو يبقى باقي وعايش لولاد اجيالنا. طبعا كلنا بنتورث يا جماعة الارض، لكن لازم يحافظوا على الارض ويحافظوا على البلد. كلنا بنقدم رسالة بالطريقة اللي كل واحد شايفها مناسبة وتقدر توصل أجيالنا لبر الأمان. يلا نكمل الأغنية.
انا ما يشرفنيش الا علاكي يا بلادي، ما الهمني عشقا الا بلادي. شايفين يا جماعه الكلام قد ايه معبر، والكلام قد ايه جميل، احساس عالي واحساس راقي يحسسك فعلا ان انت مجبر ان انت تعشق البلد. شايفين يا جماعه الكلام عامل ازاي؟ يعني يعتبر بتوجه رساله لشعب المغرب ان هو يعشق تراب البلد. يعني بتقول لك ما بصوا ما الهمنيش غير حب بلادي، وما يشرفنيش غير حب بلادي، ونفسي اشوف بلادي مرفوعه الرايه فوق كل البلدان. كلام يا جماعه، كلام كبير وكلام عظيم بامانه نفتخر به كلنا كمغاربه. لازم يا حضرات الكل بامانه يشاهد الفيديو، لان الفيديو مؤثر انا اول مره اسمع الاغنيه دي بامانه، والله اول مره اسمع الاغنيه دي بجد. كلمات رائعه فعلا، ابدعت في غنائها بطريقه فوق الفظيع. يلا نكمل الاغنيه. يا بلادي عشت آية قد رواها الشعب في أزهى حكاية. يعني يا جماعة الشعب بيتكلم عن البلد في أزهى صور، يعني بيتكلم عليها وبيفتخر إن هي من أزهى البلدان العربية، وعاشت آية تخيلها وتصورها للبلد إن هي عاشت آية، والشعب اتكلم عليها في أحسن صورة وطلعها في أبهى صورة للعالم كله. شايفين يا جماعة قد ايه الكلام بأمانة يهز القلب، كلام كبير، حاجة الواحد يفتخر بها، وبأمانة الصوت أكتر من رائع. وأنا عايزك تستمتع بالفيديو وتركز على المناظر الطبيعية اللي وراك، بيوريك المغرب قد ايه جميلة والمغرب قد ايه عظيمة. يلا بينا نكمل الفيديو. يا بلادي يا بلادي عشت أمجادك آية قد رواها الشعب في أزهى حكاية. يا بلادي وراها ملك خير رعاية. يا بلادي ملك قاد إلى الأوج
وبكده يا جماعه يكون وصلنا لنهايه الفيديو اللي معايا النهارده، واتمنى ان الفيديو يكون نال اعجاب حضراتكم، ويا ريت ما تبخلوش علينا باللايك واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.